حمل القربة وطلع وقف يسمع صراخ الأطفال، شكوى النساء، يشوف أكباد حرة تتلوى من العطش. وقف عن بعد، صاح: أيها الناس، أيها القوم، هذا الماء تشربه الكلاب والخنازير، أعطونا قليلا من الماء. كبد ابن بنت رسول الله ومن معه تفتت من الظمأ. فصاح شمر: يا عباس، لو كان وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة واحدة. فتركه وعاد. لما عاد وإذ بهاي الصراخات تصك مسمعه، فحمل سيفه وتوجه إلى القوم، صال وجال حتى جبل الأرض بدمائهم. هاي الصولة العظيمة إلى أن أدخل في كل بيت نائحة. نعم، العباس والحسين أدخلا في كل بيت من بيوت الكوفة نائحة، ما كانوا لقمة سائغة، هكذا قتلوا مباشرة. لا، أبلوا بلاء حسنا. نعم. ثم عاد إلى المخيم. لما رجع إلى المخيم أمسكته أم كلثوم، قالت له: أقسم بالله عليك أخي أن تجلس. فجلس. بينما هو جالس والحسين بقربه، وإذ بهما يسمعان صوتا من الخارج: يا حسين، يا عباس، أجلستما بقرب النساء؟ أجبنتما؟ فقام أبو الفضل العباس ونفض الرداء عن نفسه. أرادت أم كلثوم أن تتمسك به، قال لها الحسين: دعيه، لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. يا ويلي. لما توجه نحو القوم مسلطا سيفه يضرب في أوساطهم إلى أن وصل إلى المشرعة، إلى النهر، رأى جحف الجيش يسد المشرعة، رد القوم عن المشرعة أكثر من مرة إلى أن وصل إلى الماء، ملأ القربة وكأني به يعلقها في عنقه، والراية بيساره والسيف بيمينه. لما ملأ القربة وأحس ببرودة الماء، تحسس ذاك الماء، لامس يده بالماء، غرف غرفة لا ليشرب بل ليري الكون والملائكة أن الماء هو ملك يدي ولم أشرب. وخاصة أمير المؤمنين، يقولون ليلة شهادته أمير المؤمنين دنا من العباس، قال عباس ابنه مني، دنا منه، قال: بني يوم العاشر ما تشرب مي وأخوك الحسين عطشان. ولذلك العباس رمى الماء: شلون أشرب وأخويا حسين عطشان؟ وسكنا والحرام واطفال رضعان، والله وظن قلب العليل التهب نيران، رمى الماي من كفه وتحسر، عاد نحو المخيم يحمل الماء وهمه أن يوصل الماء. وعد سكينة، وعد فلانة، الكل ينتظر العباس وهو جاي حامل الماي. فصاح ابن سعد عليه اللعنة: اقطعوا على العباس بن علي طريقه، فلو أوصل الماء للحسين لأباد جمعكم، ما نريدهم يشربون مياه أبدا. يا ويلي.
فمالوا عليه بالسهام وبالسيوف وبالرماح وبالحجارة. كانت السهام تتساقط على أبي الفضل كأنها شهب مطر. رقبتي فداء لقربتي. الحسين يراقب من المخيم. زينب تطلع بوجه الحسين، شاف الحسين الراية العلم تحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين. ماذا؟ ما هو السبب؟ لأن اليسار قطعت فحمل الراية بيمينه. بعد قليل شاف هاي الراية مالت وتحولت إلى الوسط. ليش تسألني ليش؟ لأن اليمين قطعت فضم الراية بزنديه. الله أكبر. وكأنه يقول لزينب ولسكينة وللنساء أنا موجود، الراية مرفوعة مرفوعة، ما حد يخاف، أنا موجود مفاضل. بينما هو كذلك وإذ بسهم سقط في القربة أريق ماؤها. هنا وقف، لا عند ايدين يدافع ولا عند مي يروح نحو المخيم. ماذا يصنع؟ وقف متحيرا. فدنا رجل يحمل عمودا من حديد. الله أكبر. وضربه على رأسه وطبخ رامته. هوى على الأرض مناديا أخي يا حسين. قام الحسين. زينب اطلعت، أخي لأين؟ قال أخي وقع العلم وقتل ابن والدي. يا ويلي. وصل إلى العباس وشاف بتلك الحالة مبضع بالسيوف، السعام نابتة في صدره وفي عينه، الهامة مطبوخة. يقل خويا بالأخوة ينبني وبينك. يقسم عليه بالأخوة. الله يحفظ أخوتك يا مؤمن. خويا بالأخوة البنية وبينك. خويا وين يسراك ويمينك. جلس عنده يا ولي. رآه قد شاق شحقة أفاضت بها روح الطائرة. أيوا سيداه وعباسا. وقف الحسين محني الظهر صاح الآن انكسر ظهري. ألا وانقلت حيلتي. ألا وانشمت بي عدوي. يقول خويا محنة يا ليش العذاب بيهم. محنة يا عباس بدم نحرك. محنة والله عليك حسين ظل ظهره محنة. جفي فالدم على خيه. عاد إلى المخيم وقد ترك العباس في مكانه يكفكف دموعه بكمه. خرجت سكينة. أبا أين عمي العباس؟ وعدني بما يا عمي. زينب اجت أقبلت أين أخي؟